ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. عزيزي المشاهد، وفي ظل ملل الاجازة اللي احنا فيه، فانا احكي لك الحاجة اللي بتحصل مع الناس في الاجازة دي. بينما انت ملان من الاجازة وانت جالس الان وبتلعب العاب الاندرويد الجميلة اللي كل ما تخلص مرحلة يطلع لك اعلان او تشوف الاعلان ده من غير ما تعمله سكيب، فتكون اللعبة جامدة جدا، تيجي تحملها تلاقيها لعبة ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ فتاخد بعضك انت واصحابك وتروح على اي سايبر او كافيه، تلعب ساعة او ساعتين بيس ب30-40 جنيه على حسب بقى ضمير صاحب المحل هو بيسعرها بكام، وتروح البيت وانت زعلان. ده تقريبا السيناريو اللي بيحصل مع كل الناس في الاجازة. فانا جيت لك النهارده عزيزي المشاهد عشان اقول لك ان انا عندي الحل ليك. انت عايز الحل؟ انا عندي الحل. وانا نهارك لذيذ. يلا انا خناقه. يلا يابا. طبعا بعد ما فيديو العاب الكمبيوتر البطيخه نال اعجابكم وشفت ان هو نجح، قررت اني اجيب لكم احسن العاب تلعبوها على افضل كونسول مبيعا وشعبيا وتاريخيا وعشقيا، كل حاجه هتحطوها في الكونسول ده. العاب بتعدي 3000 لعبه. انت المفروض دلوقتي لو انت ما كنتش مركز في الفيديو تسيبك من كل حاجه وتركز لو انت عايز تلعب العاب نظيفه وحلوه. يعني انا بكلمك النهارده عن كونسول بلاي ستيشن 2، افضل كونسول بالنسبه لناس كتير. لو انت سالت ناس عشاق سوني بلاي ستيشن هيقولوا لك ان افضل بلاي ستيشن نزل عليه العاب وافضل بلاي ستيشن بالنسبه لهم هو بلاي ستيشن 2. انا بكلمك عن كونسول متفرد بقمه الالعاب اللي نزلت عليه، اكتر من 3000 لعبه، نقل الالعاب في حته تانية خالص. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك جديدنا اول باول. يلا بينا. بلاي ستيشن 2 الكونسول اللي نزل عليه افضل العاب بالنسبه لناس كتير، وفي العاب نزلت على بلاي ستيشن 2 مهدت الطريق لالعاب تانية هبقى اقولها لكم في الفيديو. وفي العاب على بلاي ستيشن 2 لسه مستمره لحد دلوقتي، منهم طبعا العظيمه جاد اوف 4 اللي بدات على بلاي ستيشن 2 بجاد اوف 4 1 و2. وما اعتقدش ان واحد من مواليد التسعينات ولحد مواليد 2008 ما لعبش ولو مرة واحدة في حياته على جهاز بلاي ستيشن 2، سواء في سايبر سواء في هو كان عنده قريبه عنده الجهاز ده. ما اعتقدش. انا بكلمك هنا عن جهاز صدر سنة 2000، يعني بقاله 24 سنة، ومع ذلك بيبقى بلاي ستيشن 2 في قمة الكونسولز بالنسبة لناس كتير، لان بلاي ستيشن 2 نزل عليه كل انواع الالعاب. هتلاقي عليه 3D 2D بلاتفورم، هتلاقي عليه منظور الشخص الاول والثالث، هتلاقي عليه هاكن سلاش JRPG، هتلاقي عليه العاب بتاعت مهمات تسلل، هتلاقي عليه كل انواع الالعاب. وانا اهو وبقول لك وعلى ضمانتي انك عمرك ما هتزهق من الالعاب اللي موجوده على الجهاز ده. لو حد سالني بس العاب الجهاز مبكسله، هقول له مش كل الالعاب، وده انت ممكن تكون شفته لان انت شفت الجهاز ده وهو على تلفزيون مثلا اللي هو التلفزيون البطيخه برضو، او الالعاب نفسها كانت طالعه من كابل اللي هو الاي في. دلوقتي بتقدر تشتري قطعه اللي هي HDMI بتاع بلاي ستيشن 2 بتعلي الجوده ل HD. ده لو انت عندك الجهاز. وفي اصلا العاب من غير القطعه دي كانت بتشتغل بدقه HD، مش فاكرهم دلوقتي بس هتلاقيها موجوده ان في العاب اشتغلت بدقه HD على بلاي ستيشن 2 من غير القطعه دي. طيب لو حد سألني هو أنا ليه أصلا أحمل ألعاب البلاي ستيشن 2 مع إنها مثلا زي ما احنا قلنا إنها مبكسلة أو مثلا جودتها ضعيفة أو هكذا، عايز أقولك على سببين مهمين جدا تحمل بسببهم ألعاب البلاي ستيشن 2 وتلعبها وانت مطمن. رقم واحد إن المطورين ساعتها كانوا بيهتموا بتنوع الأفكار والتجديد في الأفكار، وفوق ده كله بقى سعادة اللاعب، يعني انت تبقى مستمتع وانت بتلعب. ده كان هم المطورين ساعتها. دلوقتي تلاقي مثلا الالعاب كلها جرافيك عالي، ولكن في العاب كتير منهم مش ممتعة، بعكس بلاي ستيشن 2. الجودة كانت مش اعلى حاجة،
ولكن كانت تظل ألعاب بتخليك مستمتع بيها، ألعاب تنسيك الملل وتقضي وقت فراغ وانت بتلعبها. طيب أعمل إيه علشان أجيب الجهاز ده؟ هقولك، لو معاك باكج 1370 جنيه تقدر تشتري الجهاز ده. 1000 جنيه بلاي ستيشن 2 تعدله ب 200 جنيه، تجيب فلاشة وتحمل عليها ألعاب ب 100 جنيه، مواصلات 50 جنيه، والجو حر طبعا فهنجيب حاجة ساعة ب20 جنيه، كده يبقى كام؟ 1370 جنيه. طيب انت عندك دلوقتي بي سي او الكيسة برامات 2 جيجا او 4 جيجا وكارت شاشة 1 او 2 جيجا، معالج i3 او i5 او ممكن اقل من كده شوية. طيب ده بالنسبة للكيسة. لو انت معاك تليفون اندرويد عليه اندرويد 10 او اعلى من كده بامكانيات تشغلك بابجي على جودة هاي، عزيزي المشاهد محاكيات وقضيها العاب على المحاكيات. سيبك بقى من 1370 جنيه دول، ارميهم كده في الارض، يعني مش ترميهم في الارض يعني، خدهم برضه. اتكلمنا في نبذة بسيطة عن الجهاز وتاريخه والالعاب اللي عليه وهكذا. نيجي بقى لأحسن ألعاب على جهاز بلاي ستيشن 2. على فكرة دي هتبقى سلسلة أحسن ألعاب على بلاي ستيشن 2، مش أحسن ألعاب بس، في ألعاب تانية إن شاء الله لو لقيت دعم على الفيديو ده هنزل لكم باقي الألعاب، ومش هيبقى فيها طبعا المقدمة الطويلة اللي أنا قلتها في الفيديو ده. ليكوا دلوقتي أحسن 10 ألعاب تقدروا تلعبوها على بلاي ستيشن 2 في الفيديو ده. أول 5 ألعاب منهم هيكونوا من غير تصنيف، مفيش لعبة أحسن من التانية لأن أنا ما جربتهاش، بينما ال5 تانيين هيبقوا توب 5 فيهم أحسن ألعاب بالنسبة لي أنا، وبرضه الترتيب ده بيختلف يعني من شخص للتاني. رقم 10 ماكسيمو جوستس، لعبة ما اتشهرتش قوي في مصر، وأعتقد برضه ما اتشهرتش في الوطن العربي. لعبة روعة تقدر تلعبها على بلاي ستيشن 2. اللعبة دي من نوع الهاكن سلاش ومن كابكوم. لو عجبتك حملها والعبها لأنها لعبة ولا أروع. رقم 9 دارك ووتش، لعبة برضو أعتقد إنها ما اتشهرتش في مصر والوطن العربي. لعبة رعب بتلعب فيها بمصاص دماء، أو خلينا كده من ايجيبت، بتلعب بفامباير. لعبة تستاهل إنك تجربها، وخصوصا إن أنت ما بتلعبش مثلا بالفامباير وبتطير وكده، لأ أنت بتلعب تاخد مسدسات وتفضل بقى تضرب في اللعبة، مش هتشوف زيها من الآخر. رقم 8 The Sims 2. في ناس كتير عارفين لعبة The Sims، لعبة محاكاة الحياة الواقعية والكلام ده كله، لكن في ناس أكتر ما تعرفش الجزء ده من The Sims، وهو The Sims 2. فاكر لما قلت لك إن بلاي ستيشن 2 حط قواعد ألعاب بتتبني بعديها ألعاب تانية عليها؟ أهي دي واحدة منهم، ودي برضو من سلاسل الألعاب المستمرة من بلاي ستيشن 2. The Sims تقدر تحاكي الحياة الواقعية جوه اللعبة دي بكل حاجة، وتستاهل انك تجربها بجد لو انت بتحب النوع ده من الالعاب. رقم 7 Beyond Good and Evil، لعبة من تطوير يوبي سوفت ونوعيتها اكشن ادفنتشر جيم. عارف العاب توم بريدر؟ هي نفس العابها بالظبط ونفس الفكرة، جربها وهتدعيلي. رقم 5 لعبة ريمان. ريمان اعتقد ان في ناس كتير لعبتها على الكمبيوتر، لكن في 4 أجزاء من ريمان نزلوا على بلاي ستيشن 2. لو انت كنت بتحب اللعبة دي وانت صغير نزلها دلوقتي والعبها، وحتى لو ما كنتش بتحبها نزلها والعبها، لان الالعاب دي تستاهل انك تجربها. الالعاب في نوع تاني خالص. وصلنا للتوب 5. لعبناها كتير واحنا صغيرين لكن ما كناش فاهمين قصتها. دلوقتي انا بقول لك حملها، جرافيك محترم، سباقات محترمة، انت عايز ايه اكتر من كده؟ رقم 4 معانا ثلاثية GTA 3 فايس سيتي وسان اندرياس. انت متخيل ان بلاي ستيشن 2 نزل عليه 3 اجزاء GTA؟
بينما بلاي ستيشن 3 نزل عليه جزئين، نزل على بلاي ستيشن 4 GTA 5 بجرافيك اعلى، ونزل على بلاي ستيشن 5 GTA 5 بجرافيك اعلى، والسنه الجايه ان شاء الله هتنزل GTA 6 على بلاي ستيشن 5. انا اعتقد تقريبا كده ان الجزء الجديد من GTA سواء سموه GTA 7 او GTA اي حاجه، اعتقد انه هينزل على البلاي ستيشن 9، سواء بقى هيسموه بلاي ستيشن 9 او بلاي ستيشن حاجه تانية. المهم كده دخلنا في موضوع تاني. نكمل ثلاثيه GTA. لو انت ملعبتهاش على الكمبيوتر العبها وحملها، صدقني هتنال اعجابك. رقم 3 لعبه في ناس كتير صنفوها انها احسن لعبه رعب في التاريخ، لعبه سايلنت هيل. ولو انت جربتها على بلاي ستيشن 1 هتفهم قصدي. اللعبه دي ببصم بالعشرة انك لازم تحلم بكابوس بعد ما تلعبها. رقم 2 ندخل على السوبر هيروز. لعبة The Ultimate Spider-Man. عايز جرافيك موجود، عايز قصة موجود. انا مش عارف انت مستني ايه. رقم 1 طبعا وبلا منازع، وحبيت ان احطها لكم في اول فيديو، لعبة God of War الجزء الاول والجزء الثاني. افضل لعبة بالنسبة لناس كتير، ولا يزال ليها اجزاء بتتعمل لحد النهاردة، اخرها God of War Ragnarok. وبس كده. لو عجبك الفيديو طبعا يا ريت تشيره للناس، علشان الناس مثلا اللي زهقانة او كده تحمل الالعاب دي براحتها وتلعب وتتبسط باقل الامكانيات. انا لو معاك نوكيا 3310 هخليك تلعب عليه. بس كده، سلام.